حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي طريق السلامة. إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. هنا القاهرة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على افضل الخلق على اله وصحبه وسلم. وحشتوني قوي 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 قوي، بقالي يومين غايبه عنكم. سجد كان تعبان، والنهارده اليوم ده خلاص هروح للدكتور بيه. دلوقتي هنزل بسجوده للدكتور عشان هو كان تعبان، بيشتكي بحاجات كتير جدا. عنده الجهاز التناسلي، يعني تعبان على طول، عنده حاجات كتير قوي ملخبطه، بطنه بصوا حاجات كتير قوي، ووش رجله وجعه وركبته، مش عارفه هو عنده ايه بالظبط. نفسه وحش، قايم النهارده سخونيه جامده، وبقاله يومين مقري، فانا مش عارفه اصور لكم فيديوهات خالص ولا اي حاجه. فتعالوا النهارده نروح للدكتور مع بعض ونشوف هيقول لي ايه، واجيب شويه حاجات كمان ناقصه للبيت عشان خاطر بجد انا اليوم بقى بيروح جدا. فدعوا دعوه حلوه ورب يشفي اولادكم، ما يشوفوش حاجه وحشه فيهم ابدا، ويشفي احمد. ادعوا له امانه. لو وراكم صلاه توقفوا الفيديو حالا وتقوموا تصلوا وترجعوا تاني. امانه ما تطلعوش من الفيديو الا لما تحطوا لي لايك واعملوا لي شير كتير واعملوا اكسبلور. يا رب اللي يحط لايك، يا رب يا رب يا رب. لو بتدرسي تنجحي، لو مخطوبه تتجوزي تجيبي شقه جميله، ولو متجوزه يا رب تجيبي نون ان شاء الله، ويديكم كل حاجه حلوه. ويلا بينا. لسه جايين من عند الدكتور، لسه جايين من عند الدكتور حالا. سجوده تعبان وسحب منه دم. سحب منك ايه سجوده؟ سحب منه دم من هنا كبيره. ايوه بصوا ايده، شايفينها؟ سحب منه دم كبيره. بس هو ايه؟ هو ايه؟ ساجد ايه؟ قوي. لازم الدكتور قال له لازم ايه؟ شيبسي لا. شيبسي لا. حاجه حلوه لا. لا. اه الصوص لا. مصاصه لا. اشرب لبن عليه ايه؟ شوكولاته. انا هوريكم دلوقتي انا جبت ايه. انا لسه جايه حالا دلوقتي هوريكم انا جبت ايه. وجبت شويه حاجات بصراحه مع سجوده شويه كده، اغسل وشه واديله دواء سخونيه عشان كتب له على دواء سخونيه، وعملت تحاليل بالليل هروح اخدها تاني. هاخدكم برده معايا ونشوف ان شاء الله ما يكونش عنده حاجه. وزي ما قلت لكم في اول فيديو ان هو رجله وجعاه وحاجات كتير، يعني الحمد لله. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي حصل لي في اليومين اللي فاتوا، عشان عارفه ومتاكده ان انتوا كلكم هتقعدوا تقولوا لي ما تتاخريش، وانا اتاخرت غصب عني. دخلت المطبخ مره واحده لقيت السجاده كانت عايمه. طبعا انا ما صورتش غير بعد ما شلتها بسرعه لان ما كانش فيه وقت. ده كان تاني يوم منظر الميه. انا اول يوم غسلت الدنيا دي كلها بعد ما حاولت اسلكها لحد ما حد جه تاني يوم عملها لي. بجد عايزه اقول لكم يا جماعه الدنيا لحد تاني يوم ما حد جه عمل. الحمد لله اتسلكت اهيت، بس خايفه انها تتسد تاني، بس ايه ان شاء الله خير، يعني مش هتتسد. لاني لو تفتكروا السنه اللي قبل اللي فاتت عملت نفس الكلام، وبعد ما سلكناها وجبنا حد عملها راحت جايه يعني باظت تاني. هنا بقى انا كنت بقول لكم ان انا هروح انضف وارجع لكم تاني، اني مش عارفه انضف معاكم في التصوير لان دي عايزه ايه بقى امسكها من شعرها زي ايام زمان، فاكرين؟ وكمان بمناسبه ان احنا داخلين على صيف والجو تراب والكلام دوت، فيعتبر دي كده تنظيفات المطبخ انا هنضفها للصيف. سديت الحوض زي ما هو قال لي الراجل اللي صلح المجرى، ومليت ميه سخنه عشان خاطر تتملي، وبعدين اشيل السداده. هنا بعد ما خلصت حطيت كده ستاره لونها لبني دي، ودي جايباها من كرموز او من الساعه كرموز، مش الساعه فيكتوريا، عند بتوع القماش هناك، او اي مكان عندكم بتوع قماش قولوا عايزين قماش الكراهات بتاع المطبخ. بس بقى تعالوا نرجع ليومنا من تاني. انا حبيت اوريكم ايه اللي حصل لي في اليومين اللي فاتوا. بجد انا كنت متبهدله وكنت محتاسه جدا. سجوده بقى طول ما هو تعبان عايز يتشال وعايزني اقعد معاه وبيعيط وبيزن، فعايزه اقول لكم انكم تدعوا لي كتير ويدعوا ربنا يشفيه. يا جماعه انا مش عارفه هي دي لو عين كان زمانها خلاص مشيت واتفقعت من زمان. بجد انا مش عارفه في ايه، بس الحمد لله اللهم لا اعتراض. سجد هنا بقى ما كانش عاجبه اي حاجه، وانا ما كنتش طايقه نفسي وعماله اقول له تاكل، لا خلاص ما هتاكل. بقشر تفاح على احمد يقول لي مش عايز وبتشنج، قلت له مش ليك. فبجد هو عصبي قوي ومش عايز ياكل ومش عايز يشرب، والميكروب في بطنه قوي، وكمان بيخليه يرجع اي حاجه بياكلها وبياكل بالعافيه. بعد ما جبت له نسكويك عشان خاطر اعمله له، بعد ما شربه قال لي حلو، راح جاي مرجع اللي في بطنه كله بعد ما قفلت الكاميرا. يعني انا قلت اشارككم يعني وانا بحط له اللبن والنسكويك، وعلى فكره طعمه لطيف قوي لان بيغير من طعم اللبن عشان هو بيقرف من اللبن. بعد ما حطيت له راح جاي مرجع كله، دخل التويليت يجري رجع. فوالله النهارده كده تاني يوم بالظبط، انا همنتج لكم الفيديو تاني يوم، وبرده لسه هو
تعبان خالص والحمد لله، بس السخونيه بقى هي اللي مقلقاني، بتروح وبتيجي. وبستخدم له ميجافين ان، هو بيجي عليه بروفين الدكتور كان كاتب له عليه بس هو مش بيجي عليه هنا خالص. كان بيضحك عليا وعليكم في نفس الوقت، بيقول لكم حلو اشربي يا اصحابي زيي. فخلاص بقى هو رجع ورجعت له هدومه وغيرتها له، كنت لسه شايله والله ملبساه وغاسله، ورحت قلت بقى اصلي الاول العصر عشان خاطر ما كنت صليت وكان ورايا هم ما يتلم زي ما انتوا شايفين. دخلت بقى كده قعدت اقول يا رب والنبي خلصهم بسرعه، والله العظيم يا جماعه انا ما كنتش قادره. طبعا انا كنت لسه من قريب جايبه معاكم 10 كيلو بصل، وطبعا انا اتسرعت. هو مش وحش، هو حلو، بس كان بالخضر بتاعه اللي هو البتاع اللي هو مزروع بيه دوت الاخضر، فكان يعني وزن. فدلوقتي احسن، دلوقتي انا جايبه ده ب8 جنيه الكيلو، فاهمين يعني الفرق في الميزان برضو بيوزن كتير. فجبت ب50 جنيه، مش عارفه عملوا كام كيلو والله، بس جبت ب50 جنيه يعني عملوا 3 كيلو او 4 كيلو حاجه زي كده، وحطيتهم بقى كده عشان يتهووا كويس. وبعدين قلت امسح الشباك عشان خاطر التراب جامد بيروح وبيجي، يومي كله بيروح في التنظيف بتاع البيت ما بيخلص. انا اي حاجه بشوفها لازم اعملها ما سيبهاش. يعني انا مثلا كنت رايحه ارص البصل وارجع عشان اكمل بقيه الحاجه، لقيت الشباك فيه تراب، لا انا همسحه مش هسكت يا جماعه. وبعدين جبت بقى ميه وجبت شويه معطر، لان المعطر ده حلو قوي للخشب وللارض والكل، حتى الغسيل. مجرد كده ما بتحطي حبه معطر على الميه وتكبيهم على الشباك وعلى على الخشب بيدخلك الريحه دي اللي بره جوه، فتحفه. اسمه نسيم الحدائق من ماي واي، حبيت اقول لكم عليه. ودلوقتي الاثنين عليهم عرض ب 130 جنيه او 115 مش فاكره يعني، بس هو تحفه للغسيل للارض لكل حاجه. بقى المطبخ، وبجد انا عايزاكم تعيشوا كده معايا اللحظه وتشوفوا كده الهم اللي قدامي. طلعت الملوخيه، انا جبت اكل عشان خاطر اعمل اكل يومين. النهارده هعمل معاكم كده بيتزا، حاجه خفيفه، وهجهز الاكل ده يا اما هعمله بالليل معاكم يا اما هخونكم وهعمله من غيركم. فيعني هو مش حاجه يعني غريبه اللي انا هعملها. انا جبت فرخه كده كبيره تقدينا يومين، وكمان هعمل شويه ملوخيه وجنبهم شويه سبانخ وبس. وجبت بقى موز، والموز بقى الراجل استفزني قوي 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 على قمه خيرالله، هو في اول خيرالله مش على القمه، في اول خيرالله هو مسيحي. اخترت واحده كده حلوه، عملت بتاع كيلو ونص، حط لي كيلو تاني تمام، وانا مخدتش بالي، قال لي هو بقى 2.5 ب50. متخيلين اللي هو اصلا عطيلي يعني مكتوب عليه 17 جنيه ونص. بعدين قلت اكيد نقلي من حد احسن، او يعني من صف احسن ب20 جنيه. فما دقتش معاه في الفلوس. لما روحت لقيت الموز 3/4 مش حلو، ابتديت ان انا اقشر كده واشيل اللي مش حلو، وبعدين عملت الباقي عصير وحطيت الباقي اللي هو سليم وشدت حلو لاحمد. لكن انا ضايقت جدا، ما بحبش الغش، وهو كده غشني في الميزان. وقلت والله العظيم لما اروح له لا هقول له انا مش هشتري من عندك تاني اصلا، لاني انا بتضايق جدا. يعني انا مثلا واقفه من بعيد وهو حاطه كمان قدامه، لو كان قدامي الموز كنت انا نقيته وكنت مسكته كده وشفته كويس، لاني حرام يعني انا ادفع 50 جنيه وفي الاخر يطلع لي كيلو بس للاكل وبقيته كله محطه قدامه. طب ما ممكن تبيع ده بسعر اقل، وفي ناس بتبقى عايزه الحاجات دي وممكن تبيعه مثلا بسعر اعلى وتحط النضيف، مع انه عاطيني ب20 جنيه وهو اصلا بره ب15، والحلو شويه يعني الاحسن من اللي هو ب15 ب17. طبعا ما حدش بيتعلم من السهل، بس انا حبيت اقول لكم ان المكان اللي انا جبت منه. وجبت كمان تفاح، الكيلو عنده 75 جنيه. يا جماعه التفاح بقى غالي قوي، بحق وراك من شهر الوراك من شهر كانت عامله 75 وما كانتش عاجبانا سعرها. دلوقتي التفاح ب 75 جنيه. الرخامه بفكر ان انا اغيرها، اجيب حد يركب لي رخامه احسن، لان بجد شكلها مضايقني التقشيره. وكمان حابه ان انا اعمل باب المطبخ من تحت يتفتح كده احسن من جرار، فعايزه اخد الخطوه دي ان شاء الله. يعني كده ايه، اعمل جمعيه صغيره واعملها، اجيب حد يعمل لي الرخامه، لان الرخامه هتكون غاليه شويه. وممكن كمان اوسع للرخامه او اجيب حوض غير دوت، مش عارفه، او اخليه زي ما هي بس احط رخامه عليه، لان لو وسعت الحوض شويه حاسه ان هو هيضايقني عشان خاطر الاير فراير او القلايه سوري الميكرويف، فمش هيبقى لطيف. فانا مش عارفه برضو، قولي رايكم في الكومنتات. طبعا هتحسوني انا صوتي نايمان منكم شويه، بس يا جماعه اعذروني اعذروني اعذروني. شكرا لكومنتاتكم الجميله، الناس اللي بتقولي انا بتفرج على فيديوهاتك وبقوم اخلص بسرعه البيت وانتي بقيتي ادمان. والله انتوا اللي بقيتوا ادمان بجد، انا ما بقدرش كده استغنى عنكم. ولو مختفيه من على اليوتيوب هتلاقوني انستجرام، وبلاقيكم كلكم متواصلين معايا، اغلبيه الناس على انستجرام واللي نزل الابلكيشن مخصوص. فوالله العظيم انتوا على راسي بجد. واتمنى كلكم اللي على الفيسبوك والانستجرام ولا على اليوتيوب كلكم تعالوا لي على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعي في اول كومنت. فضيت كل حاجه اللي كانت على الرخامه عشان خاطر اوسع لنفسي، وكده كده زي ما قلت لكم هعمل حاجه بسيطه اللي هي البيتزا. فضيت بقى الموز وفضيت كمان التفاح، والفرخه اللي انا جبتها هنا كنت بغسلها كويس. بعد ما شطفتها حطيت عليها خل وحطيت ملح، واحط عليها معلقتين كده من دقيق لان ما كانش عندي ليمون، وهقلبهم واغطيهم واحطهم في التلاجة. بس عايزه اقول لكم اليوم ده انا عملت اكل بالليل اصلا بس من غير ما اصور. سلقت الفرخه، وفرخه ما شاء الله الله اكبر كانت حلوه. هاتوها مزارع، انا بعد كده قلت مش هجيب اللي هي الابيض، هاتوها بلدي مزارع بتبقى تحفه وسكر خالص.
يعني يمكن اطعم كمان من اللي هي البلدي في اللي هو البلدي الفلاحي وفي بلدي مزارع. البلدي الفلاحي دوت اللي بيبقى متربي كده في الفلاحين والحتت ديت. البلدي المزارع ده بيبقى برضو بلدي بس متاكل، بياكل اكل معين يعني. فالاحسن بصراحه المزارع. الباسكت بقى دوت انا بهتم بيه جدا جدا، فعشان بس ما حدش يقعد يقول لي مثلا ايه الباسكت كده غلط تحطيه على الرخام، عايزه اقول لكم نضيف جدا وبغسله وبعطره. طبعا التلاجة بقى دي اللي كل ما ابص لها بقول انا عايزه اكبرها، بس ببص يا جماعه طب احطها فين؟ مفيش مكان، وبجد مضايقاني وصغيره جدا. هي 14 على ما اعتقد او 16 مش عارفه، مش عارفه هي كام، بس صغيره جدا. الدرج بتاعتها من جوه صغيره. لما بيكون عندي اكل بايت ما بعرفش احطه فين، بس فانا قلت بقى اديها مسحه كده كويس من جوه. كده ما عنديش حاجات كتير فيها يعني. هو الجبنه التركي لما بقيت اجيبها كتير بتبوظ، اللانشون بيبوظ، فبقيت اركز بقى على الحاجات اللي هم بيحبوها. بياكلوا بيض مثلا، بيحبوا يفطروا كبده صدق مفروم، الحاجات دي. كمان ازاز زيت عامله 145 جنيه جبتها حلوه 2 لتر وربع، لان انا ما عنديش زيت خالص خلصت، وعايزه انزل اجيب من عند البان الساعه سمنه بلدي، لان السمنه بتاعتهم حلوه خالص. فلما انزل هجيبها اصور لكم من عندهم بجد خطيره. السمنه بتاعتهم جاموسي مش بقري، يعني عندهم نوعين، في بقري وفي جاموسي، فانتوا ركزوا على الجاموسي. وكمان الجبنه الموتزاريلا بتاعتهم تحفه. لو كمان عايزين جبنه موتزاريلا غير اللي عندهم، عايزينها مثلا الجبنه عندهم بتكون في جبنه كويسه جدا بجد. انا بجيبها دي من عند شارع خير الله في محل اسمه حلو وحادق. دي كانت بتبعت لي اعمل لها ريفيوهات كويس جدا. عندها البرجر تحفه، بس هو غالي شويه، بس بجد بجد نضيف ولحم صافي. عندها كمان الجبنه موتزاريلا نوعها الاطباق، ركزوا الاطباق تحفه يعني. لما تجيبوا هاتوا نوع اللي هو الاطباق. هنا بقى كنت بنظم الدي فريزر بتاعي، وبرده ما انصحش حد يجيب الدي فريزر ده خالص. خليكوا احسن في الدي فريزر اللي هو زي التلاجة. ان شاء الله ربنا يكرمني يوسع عليا واجيب بقى حاجه كبيره كده، واجيب بقى كل حاجه نفسي فيها ان شاء الله. طبعا يعني كنت جايبه بوكسات عشان يعني انظم فيها الاكل بتاعي. فاعتبر التلاجة كلها بقت عيش، لان انا دلوقتي الاكل ممكن اجيبه كل اسبوعين 3. ما بجيبش حاجات كتير زي الاول، هو فراخ سمك فقط، ما بجيبش حتى لحمه. لو جبت لحمه مفرومه وصدق، فبجيب فراخ وسمك فقط طول الوقت، عشان خاطر لازم يكون فيه بروتين وكده، عشان خاطر احمد والجرح بتاعه. طبعا العيش في البيت كانك الحمد لله يعني مستوره ستر كامل من عند ربنا. فبجد العيش انا بقيت احبه جدا. الاول ما كانش بيفرق معايا، وكان بيقعد العيش عندي كتير. بعد كده لا، اللي هو لا، العيش لازم يكون في البيت، وبالذات في الغلا اللي احنا فيه، وبعد ما الرز بقى غالي والمكرونه كمان. كده خلصت كل حاجه. اعمل بقى الحاجات الرفايع اللي ناقصاني، هرص كده الزيت او هفضيه في الزيته دي. والزيته دي تحفه، لو انتي لسه بتجهزي نفسك لازم تجيبي من الزيته دي، هتوفر عليكي مجهود وهتوفر عليكي حاجات كتير قوي. ان انتي تكبي بقى من ازازه كل شويه، فدي بتبقى سهله، بتبقى مفتوحه اصلا على طول، بتفضي منها بتحطيهم كده جنب متناول ايدك، وحلوه جدا. بصوا بقى، انا الفكره اللي بقول لكم عليها، انا عايزه اغير الوش بتاع الالومنتال من تحت عشان شكله وحش قوي. وهنا الترابيزه دي صغيره على فكره جدا، مش كبيره، بس حلوه يعني، بتشيل اكل فردين 3. والموز اهو تحط عليه بقى لبن، واحط عليه سكر، وهعمله لو عايزين، لو هتخففوه بالميه وعايزينه تقيل في نفس الوقت، حطوا له مكعبات تلج، وحطوا له ميه كتير ومكعبات تلج، وافرموه بيه، لان التلج بيتقل اي عصير. وانا عملت العصير ده كده، بس طلع تقيل مني شويه عشان خاطر ما حطيتلوش لبن كتير ولا ميه كتير، قلت يبقى كده تقيل شويه احسن. الحمد لله ساجد يعني عمل معايا الواجب. كان نايم شويه بعد ما اخذ العلاج وكان سخن، وقام برضو لسه سخن، بيقول لي ماما بقي وجعني، ولسانه السخونيه طلعت على لسانه وعلى شفايفه من بره. هنا خلاص البيتزا انا عملتها. العجينه نص كيلو من الدقيق، عليه كوبايه ميه دافيه شوب. تمام. بصوا بقى، كوبايه كامله. لو عايزين تعملوا كوبايه يعني صافي تمام، لو عايزين تحطوا نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه برضو تمام. انا عملتها بنص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، وحطوا عليها كيس الخميره وقلبوه على معلقتين سكر، وغطوها لمده دقيقه لحد ما الخميره ترتفع، وتتاكدوا ان هي بقت مظبوطه. لما تيجوا بقى تعملوا عجينه البيتزا، تحطوا مره واحده الميه، سواء في عجينه او على ايديكم. انا بصراحه عجنتها على ايدي بسرعه عشان ما كنتش فايقه ان انا انزل العجان وكده. وبس الجبنه موتزاريلا بقى خطيره، والتقديم كان تحفه، وعملتها كانت طعمها روعه. عاملاها بالصدق، والصدق كنت جايباه من عند العبد اللي هو جوه في خير الله، انا صورت لكم قبل كده عند الصيدليه اللي انا وريتها. انا كل شويه افتكر ايام زمان اللي انا كنت بعمل معاكم فطير، وكنت بعمل معاكم ميني بيتزا وكرواسون وباتيه، بس والله العظيم يا جماعه غصب عني قوي يعني. الحمد لله انا مضغوطه ودعواتكم امانه بقى كلكم. كنت بوريكم هنا ان العجينه بجد ما شاء الله. انا ما كملتلكوش العجينه، نص كيلو دقيق، وتحط عليه رشه ملح عشان السنه، مش بتحط عليه اي حاجه تانية، لا بيكنج باودر ولا اي حاجه. لو ما عندكوش لبن صافي ممكن تحطوا لبن باودر على الدقيق، او تحطوه في نص كوبايه ميه وتدوبوه، بعدين تحطوا نص كوبايه ميه عاديه عادي. بس اهم حاجه الميه تكون دافيه، ومعلقتين من السكر صغيرين او كبار عادي لو بتحبوا العجينه محليه سيكه،
واحط عليه كمان كيس الخميره واقلبه كويس. احلى حاجه ان انا انتوا عارفيني بحب اقف في السما كده وابص فيها، وكان ده الوقت كده المغارب، وكنت واقفه بقرطف الملوخيه عشان خاطر اعملها لبكره، وكانت العصافير عماله بتطوف كده في السما، كان شكلها لطيف قوي. حبيت اسمعكم الصوت. بصوا طول ما انا واقفه بحب قوي اقف في الوقت ده ابص للسما سواء الشروق او غروب، وادعي ربنا كتير. ربنا يا رب يجعل اي حاجه حلوه انا دعيتها لكم والله العظيم. انا دايما لما بدعي للعموم يعني عامه، ربنا يرزقنا جميعا مش في كل مريض، يعني ندعي للعموم وربنا يرضيكم ببيبي. دي اكتر دعوه والله بدعيها. ماما دايما كانت بتقولي اول ما المغرب يخش عليكي اقفلي الشبابيك عشان الشيطان ما يعشش في البيت، فبعمل هنا بقى اخر حاجه بعمل روتيني الشخصي. طلعت البيجامه دي بتاعتي، دي لسه جديده، وكمان طلعت بلاش ده تحفه 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 بجد لحد الان. انا ما شفتش حد يعمل زيه نهائيا بالكواليتي والثبات بجد. وكمان بستخدم بارفان اللي هو كوكو شانيل، بحبه قوي قوي قوي، ودوت مش كوبي ولا هاي كوبي حتى، ده براند اصلي وكنت جايباه من على الانستجرام. برضو اي حاجه بجيبها هتلاقوها عندي على الانستجرام. هنا وصلنا لاخر الفيديو، بحبكم كتير في رعايه الله. ما تنسوش تصلوا على النبي. هستناكم في الفيديو اللي جاي. ممكن اكون ما اهتمتش بيكم في الفيديو ده شويه، بس استحملوني، الفيديو اللي جاي ان شاء الله اعمل لكم فيديو حلو جدا.